ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هتكلم عن فيديو بسيط، فيديو سريع هنتكلم فيه عن expression، كلمتين مع بعض لو جم مع بعض بيتغير معناهم تمام. معنى الكلمتين دول بالعربي يعني شخص ملوش لازمة. عشان نعرف يعني ايه شخص ملوش لازمة او حاجة ملهاش لازمة within the expression في مضمون التعبير اللي احنا نقوله، تعالوا نسمع الانترو ونشوف ايه هو التعبير ده. يلا بينا. اوكي، طيب النهارده التعبير ده بيساوي كلمة useless اللي احنا عارفينها، اللي هو مثلا لما نيجي نقول شخص او useless يعني حاجة او شخص ملهاش لازمة او حاجة مش مفيدة بنقول useless. بس ده تعبير على بعض، تعبير اسمه deadwood. deadwood deadwood. لو ترجمنا الكلمة دي او التعبير ده معنى حرفي deadwood معناها ليها معنى حرفي اسمه غابة او اخشاب يعني، او اشجار ميتة. اشجار ميتة ده المعنى الحرفي لديد وود، يبقى غابة ميتة، اشجار ميتة او اخشاب. لو جينا بقى للمعنى التعبيري اللي هو لو خدنا ديد وود كمعنى تعبيري، هو اسمه او معناه ديد وود يعني شخص يوزلس او حاجة يوزلس we're no more needing it. يعني لما تيجي تقول او شخص معاك في الشغل او شخص ما this person is a dead wood يعني شخص ملوش لازمة، او he is a dead wood she is a dead wood هو او هي ملهاش لازمة. dead wood برضو بتساوي كلمة useless اللي احنا قلناها، او infertile اللي هو حاجة ملهاش لازمة او حاجة مش مفيدة في حياتنا يعني، او في مكان ما. يبقى الكلمة او الاكسبريشن بتاع النهاردة اسمه dead wood يعني غير او ليس له اهمية، شيء او شخص ليس له اهمية بيساوي كلمة useless. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. وعيد سعيد عليكم مرة تانية. النهاردة دي ثالث مرة نقول عيد سعيد، بس برضو عيد سعيد عليكم. اشوفكم في الفيديوهات اللي جاية. باي باي.